السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسهل حال. النهاردة قصتي للرجالة وللستات. أنا هقولها، واللي عايز يتعظ يتعظ، واللي عايز يخلي باله يخلي باله، لأن مش كل الناس، مش كل البيوت زي بعض، ومش كل التصرفات زي بعض، وقصتي أنا مختلفة عن قصة جاري، عن قصة اللي فوقية، عن قصة أي حد. ندخل في الموضوع. 2 ولاد عم كانوا بيعشقوا بعض عشق لا يوصف، زي اقسم بالله زي قصة ليلى وروميو وجولييت والقصص اللي كنا بنحبها نسمعها زمان والكلام ده كله. بس اي قصة بتنتهي بجواز وبشرع الله، الله يبارك لهم ويهدي سرهم ويعمر بيوتهم. حبوا بعض كتير. المهم يا جماعة، والبنت دي كانت بعيدة عن الولد، او بنت عمه بس في مكان بعيد، مكان فيه الحكم شديد. وقبل كده قلنا ياما رجالة بيوقف على شنباتها صقر وبتيجي راسها الأرض، ولا انتوا مش معايا؟ وبيوت بسيطة والحكم فيها سهل، لكن البنت حاكمها عقلها، بتتصرف خوف على أبوها وأخواتها، وقبل كده خوف على نفسها، وقبل أخواتها وقبل نفسها خوفها من ربها. يلا بينا. المهم البنت من بلد بعيدة، قلنا من بلد شديدة. خلوكم معايا. جوزت ابن عمها وعاشوا مع بعض في تبات ونبات، وكانت العيشة حلوة وما كانش بيحوش عنها حاجة، وكان اللي ربنا بيدوه له بيدوه لها. اه والله، هي اللي كانت بتصير البيت وممشياه وملياه خير ومحافظة عليه ومحافظة على ولاده ومعيشاه في هنا وسعادة. جه جوزها كان سواق عربية كبيرة، اللي هما بيقولوا عليها دي التريلات، العربيات الأسبان الكبيرة. الله أكبر عليه، كان زي الفل. إلى أن جاءت اللحظة وعمل حادثة على الطريق، حادثة شديدة، ركب شرايح ومسامير، عجز بالمعنى الحرفي، عجز. اضطرت الشركة، طبعا مش قادر يسوق، فاشتغل في عمل إداري في الشركة، مسكوه عمل إداري في الشركة. شوية شوية ابتدت صحته تتدهور أكتر وأكتر، ورجليه تعجز أكتر وأكتر، مش قادر يروح الشغل. المهم أجازات مرضية، اتحدد له كومسيون، طلع مش هيقدر يكمل في الشغل، لا إداري ولا غير إداري.